يا مساء السعادة والسكر الزيادة على كل حبايب قلبي اللي دايما منورين وديتي. يلا بينا نعمل التومية بطريقة سهلة وجميلة وبسيطة. التومية طبعا كلنا عارفينها وكلنا بنحبها، بنجيبها من محلات الشاورما والكلام ده كله، هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا عندي معلقتين نشا، وعندي معلقة توم كبيرة، وعندي ربع كوباية خل، وعندي كوباية الا ربع لبن، بس انا هحط الربع اللي فاضل يعني كوباية لبن، وعندي زيت، وعندي ليمونة. يلا بقى على البوتاجاز بتاعنا كده نحط كوبايتين ميه على الاربع معالق نشا، يعني كل كوبايه ميه بتاخد معلقتين نشا، وندوب بقى النشا في الميه كده تدويبه حلوه كده لحد ما النشا تدوب خالص. الخطوه دي برده مهمه يا جماعه عشان ما تكتلش مني او يبقى فيها اي كلاكيع النشا مع الميه، لا معلش نتعب شويه. ندوبها على البارد خالص، ما نولعش البوتاجاز الوقت خالص لحد ما تدوب حلوه، تدويبه حلوه كده خالص. بعد كده نولع عليها البوتاجاز بتاعنا عادي خالص لحد ما تجمع العجينه اللي احنا هنشوفها في الاخر بعد كده. ما تنسونوش بقى بالاشتراك والشير وفعلوا الجرس، ودايما كده تبقوا منورين حياتي وموجودين معايا ان شاء الله. ولعنا النار هنا بعد ما دوبنا النشا خلاص. بالراحه كده عليها واحده واحده لحد ما تجمع العجينه اللي احنا عايزينها. تمام، هي سهله جدا طبعا كلنا بنحبها. في السندوتشات السوري بناكلها، في الشاورما بناكلها، كل حاجه الصراحه الطوميه دلوقتي بقت معانا في كل حياتنا يعني. البطاطس بتاكليها، البطاطس بتبقى طعمها حلوه جدا. فدام انت حاجه بتحبيها ما تصعبهاش على نفسك، ولو انت حتى ما تعرفيش تعرفي تعمليها نتعلم من بعضينا، ما فيش اي مشكله خالص لحد ما نعمل الحاجه اللي احنا عايزينها. بصوا كده احنا وصلنا للسمك اللي احنا عايزينه. تمام كده 100 فل و14. نسيبها بقى تركن على جنب كده تبرد لحد ما نكمل بقيه الخطوات بتاعتنا. بصوا سهله، ما فيهاش لحد دلوقتي كده ما فيهاش اي صعوبه اهي، واللي جاي اسهل كمان ان شاء الله. هنا بقى في الخلاط بتاعنا او في الكبه، شوفي انت بتضربي في ايه. نزلت بالثوم بتاعي، وانزل بالخل والليمون واللبن، كل الحاجات المكونات اللي موجوده عندي انا هنزل بيها، ما عدا الخليط بتاع النشا لسه مش هنزل بيه دلوقتي. الخطوه دي بقى مهمه يا جماعه، انك تضربوا كويس جدا جدا، تضربوا المكونات كويس جدا في بعضيها بحيث ان هي ما تكتلش منك او طعم الثوم يبقى مكلكع. وهنا معلقتين زبادي كمان نزلت بيهم، كانوا باقيين عندي الصراحه من تتبيله الشاورما، هنزل لكم تتبيله الشاورما كمان انزل بيها. وعندي معلقتين مايونيز. المايونيز بيدي طعم حلو قوي في الوصفه ديت. ما بتحبيش المايونيز ما تحطيش، بس الصراحه بيفرق يعني. بس تمام لو مش بتحبيه قشطه يعني، بس يعني يا ريت تحطيه. وملح وفلفل، اظبطي ملحك زي ما انت عايزه، وشويه فلفل سنه صغيره كده. ونضرب بقى اشيائنا الجميله دي كلها مع بعضيها في الخلاط ضربه جيده يا جماعه، عشان الثوم يدوب مع الحاجات دي كلها. ضربه جيده تمام عشان نبقى متفقين من الاول اهو. نضربها بقى كده ضربه بنت ناس حلوه كده لحد ما تبقى مفيش اي حاجه باينه، والثوم دايب كله في الحاجات والمحتاجات. بعد كده ننزل بقى بالخليط بتاعنا ده اللي هو بتاع النشا. خلاص بصوا هو كده برد تمام 100 فل و14. ما تحطوش وهو سخن طيب طبعا. بس ونروح ضاربينه تاني، نضربه ضربه كمان بقى مع الخليط اللي احنا ايه ضربناه. بصوا التوميه ولا اسهل من كده اقسم بالله هتلاقوا، يعني انا بحاول ادوركم على اكتر وصفه تكون سهله عشان توصل لكم بسرعه. وعندي هنا حوالي ربع كوبايه زيت او 3 معالق كبار، وانزل بيهم كده اضرب تاني لحد ما ادوب برضو الحاجات كلها في بعضيها. اهم حاجه الخطوات بس انك يعني تمشي بيها مظبوطه وتضربي كويس، هتلاقي ان شاء الله النتيجه هترضيكي وهتبقى كويسه وهتعجب ولادك وهتبقى 100 فل و14. الربع طبعا كوبايه اللبن اللي انا قلت لكم ان انا ازودتها تاني لان حسيت ان هي تقيله، رحت مزوده ربع كوبايه لبن تاني، يبقى انا كده خدت كوبايه اللبن كلها على بعضيها. متفقين ان شاء الله. نضربها تاني لحد ما نوصل للسمك. حسيتي ان انت تقيله وعايزه تخفيها تاني، حطي شويه لبن تاني ما يجراش اي حاجه لحد ما توصلي للسمك اللي انت عايزاه، او حسب ما انت بتحبيها سمكها قد ايه. انا بالنسبه لي كده انا مرضيه جدا عن النتيجه دي، حلوه جدا. بس ادي المنظر. تحطي بقى سندوتشات، كل انواع سندوتشاتك طبعا، بطاطس، كل حاجه بتحبيها وفيها والله بتبقى جميله جدا. وادي المنظر في الاخر طبعا، وحطينا بقى ايه شويه حركات وتكات كده برضو ظبطنا الاداء يعني. وبالهنا والشفا على كل اللي جربها، والف هنا وشفا على على اولادي وعلى كل حبايبي، واشوفكم على خير ان شاء الله.